السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في فيديو جديد. معكم أم هاجر من قناة لمسات. اليوم حبيت نشارك معكم الوصفة اللي نديرها في حلوة مول الشاش. وصفة يعني قديمة بصح بنينة وهيلة وسهلة وسريعة. اليوم حنمد لكم الطريقة اللي نديرها أنا، حنبسطها لكم. واش نسحقوا في هذه الوصفة؟ نسحقوا 3 بيض، 250 غرام مارغرين، وشوية لافاني. هذا الجاتو لازم نخدموها بالباتور. نسحقوا ربع كاس زيت، كاس ونص مايزينا، وشوية خميرة تاع الحلويات. هنايا ضربت البيض ولا مارغرين بالباتور، ونزيد سكر غلاس، نسحق كاس تاع سكر غلاس. نزيد الزيت غير بشوية، يعني هكا خط رقيق، ومنطون ندير بالباتور كما راكم تشوفوا. فوالا هنا نزيد لا مايزينا تاعي اللي قلت لكم كاس ونص مايزينا، وشويه تاع خميره تاع الكاطو. يعني في الوصفه الاصليه ما فيهاش خميره، صح الا خفتي الفرينه تاعك ولا نقدر ندير شويه تاع خميره. نضربوا حتى يبيض الخليط كما راكم تشوفوا، ونجو نزيدوا الفرينه. هنا الفرينه تدي لنا 3 كيسان وشويه فرينه، بجوج مغارف هكذا. هنا راني دايره 3 كيسان فرينه، ونزيد كي نخلط انتي ديري 3 كيسان ومن بعد تشوفي القوام تاعك. ثاني نكملوا نديروا بالباتور، نديروا بالمغرف باش هذيك الفرينه ما تطيرلناش. كي تدخل الفرينه في العجينه نضربوها بالباتور. ها ولا القوام تاع الكاطو تاعنا. هنا نبدا نشكلهم فوالا بلا بوش. شوفوا كيفاش يجينا الشكل تاعو. في الاول درت حبات صغار، بعد البلاط دوزيام كبرت شويه الحبات، يعني هنا يبقى اختياري، كل وحده كيفاش تحب الكاطو تاعها صغيره ولا كبيره. يعني كاطو بنه هايله وخفيفه. هنا البلاط دوزيام حنطيبها في الفور، يكون سخون من قبل على 180 درجه. كي تحمر من التحت والفوق شويه تولي دوري، نحيها ونخليها تبرد. بعد ما تبرد هامو الحبات تاوعي، بعد ما تبرد نلصقوها بالكونفيتور ونديروا لها كاوكاو في الجوانب ولا نواد كوكو، كل واحد يعني والاختيار تاعو الذوق تاعو. ولا نديروا يعني نيسلي كراميل، ولا هنا يبقى اختياري. شوفوا الحبات تاعنا كيفاش يجوا. تجي وصفة هايلة وخفيفة. نخليهم حتى يبردوا باش نلصقهم. انا درت حبات بكونفيتور وحبات بالطوفيه هذه كراميل، وفي الجوانب درت الكاوكاو. واللي يحب ذوق اللي يحب نواد كوكو يدير نواد كوكو. شوفوا الحبات تاوعي كيفاش يجوا في طيابهم حمرين من تحتها، الفوق شويه برك دوري، زعما ماشي بزاف، ما تحمريهمش بزاف. يعني وصفه سهله وسريعه. فوالا هنا نجي باش نلصقهم كما قلت لكم بكونفيتور ولا بالطوفيه. انا ندير حبات هكا وحبات هكا هنا باش هنا كي سقمتهم كاع وحده مع وحده على حساب الحجم، يعني باش يجوا كيف كيف. هاي ليك الحبه تاعي بعد ما درت لها الكونفيتور والكاوكاو، وحبات درت لهم الكراميل وما درت لهم والو، خليتهم من الجوانب هكذاك. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. الى عجبتكم الوصفه خلوا لي جيم وكومنتير، ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.